السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله رجعت لكم بروتين جديد وطلبيه جديده. طلبيه اليوم كانت متنوعه، فيها المالح والحلو وكيك بارد اللي كيجي رائع شكلا ومذاقا. غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الكاليت كيجي رائع، سهل في التحضير، بدون عجن ولا كثره المكونات ولا حتى طابع. كيجي رائع لا في الشكل ديالو ولا حتى في المذاق ديالو. وغادي نشارك معكم ايضا كيش اولا فطائر الكيش اللي كيجيو حتى هما رائعين ساهلين، كيتحضروا في اقل من 10 دقائق بمكونات اللي هي بسيطه بزاف، عجينه اللي كتجي رائعه بدون عجن ولا دلك ولا حتى زبده. وغادي نديروا واحد الحشوه اللي هي كتجي رائعه بنينه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت. وغنشارك معكم ايضا واحد الكيك بارد بالمندرين وكريمه المندرين اللي كيجي خطير البنات شكلا ومذاقا. ها نتوما غتشوفوا بعينيكم. تبعوا معايا اخواتي الفيديو حتى الاخير، ان شاء الله غتشوفوا معايا كل شيء بادق التفاصيل. غنشارك معكم اثمنه البيع ديال كل حاجه كيف ما عودتكم دائما. غير ما تبخلوش عليا اخواتي بلايكاتكم، ما تنساوش ديروا لي اللايك كيف ما كنقول لكم دائما، راه ديك اللايك كتشجعني وكتحفزني بزاف بزاف. البنات راه كنطلبكم ديروا لايك بزاف، لانني عارفه ان المجهود ديالي محتاج منكم واحد اللايك. بطبيعه الحال الا شفتوني كنستحقوا الفيديوهات ديالي كيستحقوا اللايك، ما تنساوهاليش. الله يجازيكم بخير. وما تنساوش اللي اول مره كتزور القناه كنقول لك اختي مرحبا بك والف مرحبا، اشتركي فعلي الجرس باش دائما توصلي بجديد الفيديوهات ديالي. ويلا نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها فغنبدا بتحضير كيك المندرين اولا البرتقال، لانه هو اللي خصو واحد المده باش يبرد. غنحتاج فيه هنايا 3 الحبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ وحجم متوسط دائما. غنحتاج هنايا كاس ديال العنبه سكر حبيبات ما يعادل 150 غرام. وغنحتاج هنا كاس ديال عصير المندرين او عصير البرتقال، انا استعملت المندرين لانه كان متوفر عندي، ما يعادل 200 ملل. كاس الا ربع زيت نباتيه 180 ملل. وغنحتاج هنايا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، تقريبا هنا عندي واحد الزلافه عامره مزيان، المهم الزلافه الكبيره. قياس 2 كيسان ديال العنبه بالنسبه لي ما عندهاش الميزان اولا اللي ما عندهاش هاد الزلافه. وغنحتاج 2 الاكياس ديال خميره كيماويه من فئه 8 غرام. كيس سكر بنكهه الفانيليا، ممكن تعوضوه بالمبشور ديال الحامض اولا مبشور البرتقال. وغنحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الكونفيتور ديال الحامض اولا كونفيتور ديال المشماش اولا ديال البرتقال، المهم اللي عندكم. ورشيشه ديال الملح دائما لتصحيح الذوق. وهنا غندوز نخلط الكيك كما لاحظتوا معايا، غنضيف الملحه والسكر والفاني على البيض وغنخلط واحد شويه. المهم هنا استعملوا غير خلاط يدوي، انا هنا صراحه غير حسيت بيدي بدات كضرني واحد شويه استعملت خلاط كهربائي، ولكن هنا ماشي بالضروره نستعملوه، غنخلطوا غير شويه وصافي، غير على ما تندمج لينا دوك المكونات وداك السكر كنحسوا به داب واحد شويه صافي. وكنضيف باقي المكونات اللي عندي. ضفت هنايا الكونفيتور وغنضيف ايضا الزيت النباتيه وكنحرك واحد شويه باش نتاكد ان الزيت كله دخل لي في المكونات، لان الا بقى الزيت كيبان هو اللي كيخلي لنا الكيك كيجي بحال ميدم صافي. وغادي نضيف هنايا داك الكاس ديال عصير المندرين وغنخلط واحد شويه وغنحبس بالتخلاط. هنايا صافي غنخدم دابا غير الخلاط اليدوي اولا غير واحد الفرشيطه. غنضيف دابا الدقيق. بالنسبه للدقيق دائما كنغربلو في اخر مرحله، وكنديروا على 2 او 3 ديال الدفعات، ما كديروش دفعه واحده باش ما يبقى لكمش هكذا الخليط محبب. المهم بالنسبه للدفعه الثانيه راه هي اللي غنضيف معاها الخمائر وغنغربلهم هكذا مع بعضيتهم. وغنزيد نخلط هكذا داك الدقيق اللي ضفت في الاخير حتى كنتحصل هكذا على واحد الخليط ديال الكيك اللي كيكون خفيف شويه، ما يكونش ثقيل بزاف باش كيجينا الكيك خفيف. وهنايا غناخذ المول اللي غنطيب فيه الكيك، فانا غنستعمل هذا ديال الكرانيت ديال البابلي ولا اللي كيكون هكذا الشكل ديالو بيضاوي. دهنته بالزبده مزيان، ضروري ما كندهنو بالزبده لان صراحه باش نتاكد ان الكيك ما يلصقليش هكذا احسن. وغنوضع فيه الخليط ديال الكيك وكنحاول هكذا انني نوزعه على المول كامل باش كله يجي فيه الكيك. وكما كتلاحظوا معايا راه الخليط ديال الكيك خفيف شويه ماشي ثقيل باش ما يجيكمش الكيك مشقق ولا يجيكم مقبب من الوسط، لان الا كان ثقيل بزاف غيجيكم مقبب من الوسط. وفاش كنوضع الخليط كما لاحظتوا معايا كنخبط هكذا المول مع الارض واحد شويه باش كيتوزع ليا داك الخليط كله على المول، وتا الا كانوا شي فقاعات ولا شي فراغات في الكيك كيخرجوا على برا. وغندخل دابا الكيك ديالي للفران اللي كنت ديجا مسخناته من قبل على نار اللي كتكون متوسطه واحد المده ديال 30 دقيقه. كنطيبو من الفوق حتى كنشوفوا الذهب وتحمر مع الجناب،
وكنهبطوا لتحت يتحمر من الوجه ديالو كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا معايا كيفاش الكيك كيجي مساوي لانه كان خفيف، لو كان ثقيل غيجي مقبب من الوسط. صافي هنا كما لاحظتوا معايا انا غنخليه يبرد مزيان عاد غادي نديموليه، لان الا ديموليتوه هو سخون كيلصق ليكم. انا خليته حتى برد عاد وديك الساعه ديموليتوه. هانتوما كما كتلاحظوا معايا الكيك كيفاش كيجي هكذا خفيف، كيجي بحال البونج ومقطن من الداخل. شوفوا معايا فاش كنوطى عليه كيطلع هكذا بحال البونج، صراحه راه كيجي رائع. وبالخصوص هكا داك اللوغو ديال المندارين كيعطي له واحد اللوغو رائع، وحتى اللون ديالو كيجي هكذا اورانج. وهنايا بالنسبه للمول من بعد ما حيدت منه الكيك راه غسلته مزيان، نقيته مزيان ونشفته ورجعت دهنته مره اخرى بالزبده كما قلت لكم باش نتاكد انه ما يلصق ليش. ودابا غندوز باش نحضر الكريمه ديال المندارين. غنحتاج فيها هنايا اطرو ديال عصير المندارين او عصير البرتقال، غير شنو هي انا صفيته باش كيجيني هكذا ديك الكريمه لامعه وكتجي رطبه ما يجيش فيها داك الفتات ديال البرتقال. غنضيف عليها هنايا 4 المعالق ديال السكر حبيبات، والحلاوه كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب العصير واش حلو ولا حامض. وحتى اللي بغات تستعمل العصير اللي كيكون جاهز او اللي كيتباع في القريعات راه تقدروا تستعملوه. ضفت عليها هنايا 3 المعالق ديال النشا اي المايزينا، واحد الكيس ديال الفلون بدون نكهه او لا تستعملوا هذا ديال الفاني، انا كان متوفر عندي هذا. الا كان عندكم داك اللي بدون نكهه من الاحسن تستعملوه. كندير كلشي في كاسرونه وكنحركهم مزيان، نديهم فوق نار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتغلى وكتعقد ليا الكريمه هكذا واحد شويه. ومباشره فاش كنحيد الكاسرونه فوق النار كنوضع داك الكريمه مباشره في المول وهي باقه سخونه كما كتلاحظوا معايا. كنوضعها كامله في المول اللي عندي، راه كتجي مقاده مع العبار ديال هذا المول هذا. وغنحاول هكذا انني نوزعها ونخبط هكذا المول مع الارض باش كما قلت لكم كيتعمروا دوك الفراغات. وكنرجع هنايا الكيك فوق الكريمه غير بشويه، لان الكيك كيكون هكذا خفيف وكيكون باقي سخون يعني دغيا كيتهرس، ولكن غير هكذا كتقلبوه كيف ما كان في الاول وكتضغطوا عليه مزيان مزيان. واخا تهرس لكم اولا تشقات لكم شي بلاصه راه كتثبتوا الكريمه وكتشدوا الكريمه. هنا كما كتلاحظوا معايا فاش كنوضع الكيك كنضغط عليه مزيان حتى كنتاكد من ديك الكريمه خرجت مع الجناب باش الكريمه كتغطي ليا الكيك كامل ما كيبقاش يبان نهائيا الكيك. صافي ومن بعد هنايا قديت الكيك ديالي مزيان، غنغطيه بواحد البلاستيك غذائي وغندخلوه الثلاجه. على الاقل خصو يبقى واحد ساعتين. الا كان عندكم الوقت من الاحسن خليوه ليله كامله اولا ديروه في الصباح والعشيه عاد ديموليوه باش هكذا كتشد ديك الكريمه مزيان وكتعقد لكم مزيان وما يلصقش لكم في المول. انا غنخلي دابا الكيك ديالي يبرد وغندوز دابا نحضر معكم لي غاليت. بالنسبه لعجينه الغاليت فغنحتاج فيها هنايا 3 الحبات ديال البيض، نفس الشيء كيكونوا هكذا بحجم متوسط، ما يكونوش كبارين بزاف وعاوتاني ما يكونوش صغيورين بزاف. غنحتاج كاس ديال العنبه زيت نباتيه 200 ملل، كاس سكر حبيبات 150 غرام، نصف كاس ديال الحليب اللي ممكن تعوضوه بالماء اولا بالياغورت. الا كان عندكم ياغورت ديروا ياغورت بذوق الفاني ما يعادل 100 ملل. وغنحتاج واحد معلقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده ممتازه، انا استعملت هنايا زبده حيوانيه، استعملت هنا سونطرال. وغنحتاج واحد رشيشه ديال الملحه دائما لتصحيح الذوق، راكم عارفين ضروري من الملحه في الحلويات. وعندي هنايا واحد الكيس ديال سكر بنكهه الفانيليا، ممكن تعوضوه بمبشور الحامض اولا مبشور البرتقال. 2 الاكياس ديال خميره كيماويه سواء من فئه 7 غرام اولا من فئه 8 غرام. وعندي الدقيق على حسب الخليط، تقريبا غتاخذ لي هذه العجينه ما بين 600 غرام حتى ل 700 غرام على حسب الحجم ديال البيض والنوعيه ديال الدقيق. وغندوز دابا نخلط العجين. بالنسبه للعجين غنخلطوه بخلاط يدوي بلا ما نحتاجو نستعملوا اليد ديالنا. المهم كما لاحظتوا معايا ضفت السكر والفاني الزبده الملحه على البيض وغنخلط هكذا بواحد الخلاط يدوي، اولا تقدروا تستعملوا هنا في هذه المرحله خلاط كهربائي ولا بيتران، ولا الا بغيتوا ديروا حتى الكاس ديال الخلاط الكهربائي تقدروا تخدموا به. خلطت المكونات مزيان مع بعضيتهم كما لاحظتوا معايا. ضفت الزيت حتى هو غنزيد نخلطو مزيان باش نتاكد انه دخل في البيض والسكر باش كيتقال الخليط ما كيبقاش هكذاك الزيت معزول بوحدو باش ما تطلقش ليا الحلوه الزيت. من بعد ضفت الحليب وخلطت مزيان وكنبدا نضيف دابا الدقيق شويه بشويه وانا كنحرك غير بالفوي. فاش كنحسوا بان العجينه بدات كتقال واحد شويه ديك الساعات نقدروا نخدموا اليد ديالنا. غادي نضيف حتى دوك 2 الاكياس ديال الخميره. غنخلط كلشي مزيان كما كتلاحظوا معايا. وفي هذه المرحله هنايا فاش كيبدا يتقال ليا الخليط غنحبس هكذا من التخلاط بالخلاط اليدوي وغنخدم دابا غير يدي. غير هنايا مهم جدا اننا ما نعجنوش العجينه، غنخدموها غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا حتى كتجمع لينا العجينه، ولكن خصها تبقى خفيفه ومطلوقه ما تجمعش لينا يعني بحال العجينه ديال الكاليت اللي كنخدموه عادي. هذا الكاليت هذا خصو يجي خفيف باش كيجينا خفيف حتى فاش يطيب ويجي بحال الكيك.
صافي هكذا كيكون القوام ديال العجينه كما كتلاحظوا معايا. دابا غناخذ العجينه وغادي نوضعها فوق واحد الورق ديال الفرن اللي غنبسطها فوقه، وفي نفس الوقت غنطيبها فوقه. داك الورق ديال الفرن كتحاولوا انكم ديروه على شكل مستطيل وعلى شكل لاطه اللي عندكم. المهم وكنبدا هكذا نبسط في العجينه غير بيدي، ما يحتاجش انني نخدم بالمدلك. بغيتو تستعنوا بالمدلك تقدروا تخدموا به. وهكذا فاش كنكون نبسطها كنحاول انني نقد لها الجناب ديالها باش كتجي هكذا مستطيله، وما نضطرش في الاخير انني نحيد دوك الجناب اللي كيكونوا ما مقادينش باش هكذا ما يكونش عندي لي شوت بزاف. صافي هنايا من بعد ما قديتها نتوما كيف ما كتلاحظوا معايا غناخذ ديك العجينه كيف ما راها بها بالورق ديال الفرن، غنوضعها في واحد اللاطه اللي كتكون هكذا في نفس القياس ديال العجينه. كما كتلاحظوا معايا انا فاش كنت كنقرص راه كنت كندير على حسب القياس ديال اللاطه اللي عندي. صافي وهكذا كما لاحظتوا معايا من بعد ما قديتها مزيان وضعتها في اللاطه، خديت هنايا واحد البيضه صغيره خلطتها واحد شويه وضفت ليها واحد معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. تقدروا ديروا القهوه كيف ما تقدروا ديروا غير البيض بوحدو اولا الصفار ديال البيض بوحدو. وغادي ندهن به الوجه ديال العجينه كامله كما كتلاحظوا معايا راه كندهن الوجه كامل ديال العجين. صافي ومن بعد ما دهنتو كامل غناخذ دابا واحد المسطره وواحد الموس اولا غير واحد الورق بحال هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، غير باش تجيكم دوك الخطوط مقادين. اما تقدروا ديروهم غير بالموس بلا ما تحتاجوا كاع تستعنوا هكذا بشي مسطره ولا شي حاجه باش غتقادوا بها. انا في الاخير صراحه غنكمل غير بالموس بوحدو لانني كتجيني اسهل هكذاك. المهم كما لاحظتوا معايا وكنبدا ندير هكذا واحد الخطوط اللي كتكون متساويه بهذا الشكل هذا، يعني كنديرهم بشكل مائل باش من بعد غادي نعاود نعكس دوك الخطوط باش نتحصل على واحد المعينات اولا واحد المربعات اللي كتكون صغيره كتجي هكذا فوق الوجه ديال هاد الكاليت هذا. المهم في الاول كما لاحظتوا معايا درت خطوط اللي كتكون كلها بنفس الاتجاه. انتم كما لاحظتوا معايا في الاخير كملت غير بالموس بوحدو بلا ما نحتاج انني ندير شي حاجه اللي ناخذ بها هكذا القياس. انا غير عطيتكم هكذا فكره باش حتى اللي ما تقدرش تقدر دير دوك الخطوط مقاده تستعن هكذا بشي مسطره ولا بشي ورق اللي يكون غليظ وتقطع به. صافي وهنايا ماشي كنقطع راه بحال غير كنجرح، هانتوما راه واضح لكم يعني ماشي كنقطع الحلوه كامله وانما غير كنجرحها. صافي ومن بعد فاش كنساليها غندخل دابا الحلوه ديالي للفران كيف ما راها. النار كتكون مهيله بزاف، خصها تكون ناقصه باش ما يتخطفش لكم اللون ديال الحلوه وتبقى معجنه من الداخل. كنطيبها من الفوق، النار كتكون تحت منها حتى كيبان لي دوك الجناب ديال الحلوه بداو كيدهبوا، غير كيدهبوا شويه وتغير شويه اللون ديالهم، وغنهبطها لتحت باش تحمر من الوجه ديالها. واللي عندها فرن كهربائي تقدروا تشعلوا عليها من الفوق ومن التحت في نفس الوقت على 170 درجه، وحذاري انها تحمر لكم من التحت لان الا تحمرت من التحت فاش غتجيو تقطعوها تبدا تهرس لكم. وهنايا مباشره فاش كنخرجها من الفران هانتوما كما لاحظتوا معايا كتحمر بهذا الشكل هذا من الوجه ديالها، اما من التحت راه غير مذهبه. فاش كنخرجها من الفران مباشره وهي باقا سخونه كنغطي داك الحلوه ديالي كامله كنغطيها بواحد الفوطه اللي كتكون ناشفه، وحتى الا كانت قصحت لكم الحلوه تقدروا تلويو عليها هكذا السلوفان باش كيرجع عليها داك الصهد وترجع ترطاب الحلوه وتساعدكم في التقطاع. هنايا المهم من بعد ما بردات ليا الحلوه مزيان تاكدت انها بردات غندوز دابا باش نقطعها. اول حاجه كنحيد دوك الجناب اللي كيكونوا ما مقادينش، وخا صراحه هما راهم مقادين غير باش كتجيني هكذا الخدمه مفينيه كنحيد دوك الجناب. علاش في الاول قلت لكم قدوم باش ما تضطروش انكم تحيدوا بزاف من الجناب. صافي ومن بعد كنبدا كذا نقطع مستطيلات اللي كتكون كبيره بهذا الشكل هذا. هانتوما كما لاحظتوا معايا الحلوه راها غير مذهبه من التحت ماشي محمره، لان الا تحمرت لكم راه غتبدا تفرتت لكم وتهرس لكم في التقطاع. وخذوا موس اللي كيكون ماضي ورقيق باش يسهل عليكم التقطاع. صافي وكتبداو هكذا تقطعوا مستطيلات اللي كتكون بنفس القياس باش كيجينا الحلوه هكذا مقاده بنفس القياس. من بعد دوك المستطيلات غادي نخرج منهم مربعات، يعني هادوك المستطيلات غنرجع عاوتاني نقطعهم مربعات، كل مستطيل غنخرج منه 4 ديال المربعات بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. وشوفوا معايا هكذا الحلوه كيفاش كتجي رائعه، كتجي هكذا يعني خفيفه ورطيبه من الداخل. انا هنا البنات كما غتلاحظوا معايا انا قطعتهم مربعات شويه كبيره على حسب الطلب ديال الكليانات، تقدروا ديروا هكذا مربعات صغيره اولا معينات صغيره، المهم راه كيبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو. صافي من بعد ما قطعت الحلوه ديالي كامله على شكل مربعات خديت هنايا واحد شويه ديال الناباج اولا تقدروا ديروا الكونفيتور ولا العسل، وكندهن به الوجه ديال دوك المربعات اللي عندي ديال الكاليت. كما كتلاحظوا معايا فاش كنضيفوا داك الناباج اولا العسل اولا كونفيتور كتبان ديك اللمعه هكذا في الكاليت ديالو وكيجي الشكل ديالو احسن من انه يبقى هكذاك سامبل. واللي ما بغاش يديروه يقدر بلا ما يديرو. وكنزينوا هكذا في الوسط بواحد شويه ديال الكوك اولا تقدروا ديروا شويه ديال الكاوكاو مهرمش اولا الشوكولاته
مغمسه. المهم في الاخير التزيين راه كيبقى على حساب المتوفر وعلى حساب الاختيار ديال كل واحد. ومن بعد ما ساليتوها نتوما كيما لاحظتوا معايا هكذا كيجي الشكل ديالو كيجي رائع بزاف بزاف، غير جربوه اكيد غادي يعجبكم وغيعجب اي واحد خدمتوه ليه. صافي هنايا المهم من بعد ما ساليتو غندوز دابا باش نحضر معكم لي كيش. هنايا بالنسبه للمكونات ديال الحشوه فغادي نحتاج هنايا تقريبا واحد 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج مقطع مكعبات صغيره، واحد البصله كبيره مشلضه مكعبات صغيره، وايضا غنحتاج واحد 2 حبات ديال القرعه خضراء مقطعه مكعبات صغيره، واحد 2 حبات ديال الجزر اولا خيزو حتى هي مقطعه مكعبات صغيره كما كتلاحظوا معايا كتكون صغيره بهذا الحجم هذا باش ما تديش لينا بزاف ديال الوقت في الطياب. وغادي نضيف عليهم واحد نص كاس ديال خليط ما بين زيت عاديه وزيت نباتيه. المهم كما لاحظتوا معايا راه عندي كلشي في مقله فوق نار اللي كتكون متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف وما تكونش ناقصه بزاف باش ديك الخضيره وداك البصله ما تطلقش لينا الماء ديالها، وكيخصنا وقت بزاف باش تشرب لينا داك الماء. وفاش كتطلق الخضره الماء ديالها صراحه كتجي ناشفه وما كتجيش زوينه. المهم شحرت ديك الخضيره مزيان حتى هكذا دبالت تشحرت ودبالت وديك الخضره طابت كما كتلاحظوا معايا. صافي من بعد ما طابت. المهم بالنسبه للحشوه راه تقدروا ديروا اي خضره متوفره عندكم. انا صراحه كنخدمهم بالفلافل، ولكن هنا الكليانه قالت لي انا ما كنبغيش الفلفل كيف ما كان نوعه وكيف ما كان لونه، داكشي علاش عوضت لها بالجزر والقرعه خضراء. من بعد ما تشحرات ليا الخضره وداك الدجاج كلشي طاب كما كتلاحظوا معايا، ضفت هنايا واحد 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس، واحد 2 فصوص ديال الثومه، نص معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، واحد شويه ديال توابل الكاري ممكن تعوضوها بالخرقوم، وشويه ديال الزنجبيل اولا سكينجبير. المهم غير شويه شويه. وغادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال صلصه الصوجا، هذه المخففه، الا كانت عندكم ثقيله ديروا غير معلقه صغيره. المهم غادي نشحر كلشي واحد دقيقه ولا ما توصلش لان كلشي عندي طايب، غير التوابل اللي خصها تشحر صافي. وكتكون الحشوه ديالي واجده، غنخليها على جنب باش تبرد. وغندوز دابا باش نحضر معكم لاباغايا كيش ولا ديك العجينه اللي غتكون في بلاصه العجينه ديال لي كيش. غنحتاج فيها هنايا 2 الحبات ديال البيض يكونوا ايضا حجم متوسط، ولا كان عندكم البيض كبير ديروا غير حبه واحده، ولا كان البيض صغير بزاف ديروا 3 الحبات. غنحتاج هنايا كاس ديال الحليب 200 مليلتر. الكاس ديال العنبه اللي عندي انا راه كيعير 200 مليلتر. عندي هنايا واحد كاس ديال العنبه ايضا ديال الدقيق الابيض يكون ممسوح ما يعادل 120 غرام، نص ملعقه صغيره خميره كيماويه تقريبا واحد 4 غرام. وغنحتاج واحد رشيشه ديال الفلفل الاسود، رشيشه ديال الملحه اولا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الملحه. وعندي هنايا واحد 50 غرام ديال الجبن الاحمر مبشور، واحد الكميه قليله تقدروا تعوضوه بواحد 3 القطع ديال الجبن المثلث اولا جبن مربع. وهنايا غادي نخلط المكونات اللي عندي كلهم مع بعضهم، البيض الملحه الفلفل الاسود الحليب. المهم كنخلط هادو في الاول، من بعد كنضيف النواشف اللي عندي، كنضيف الدقيق والخميره. غير هو هنايا الدقيق ضروري ما كنغربلوه، الا كنتم مغربلينه من قبل ماشي مشكل، ولا كنتم ما مغربلينوش ضروري تغربلوه في اخر مرحله. وكنخلط مزيان مزيان حتى كنتحصل هكذا على واحد العجين اللي كيكون القوام ديالو خفيف ما يكونش ثقيل بزاف. المهم غير تبعوا العبارات بالغرام غادي تنجح لكم. من بعد ضفت الجبن صافي كنتحصل على هذا القوام هذا كما كتلاحظوا معايا. خديت هنايا هاد ليمون ديال لي كيش، انا استعملت هادو اللي الشكل ديالهم مربع، تقدروا تستعملوا دوك اللي الشكل ديالهم دائري عاديين اللي كنخدموا بهم كاع، اولا المول ديال لي كاب كيك حتى هو تقدروا تخدموا به. هنا دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم الدقيق، ضروري ما تدهنوهم بالزبده وترشوا عليهم الدقيق باش ما يلصقش لكم هذاك لاباغي اللي درنا. صافي وكنبدا هكذا نعمر هذوك القوالب اللي عندي بالحشوه في الاول. انا هنايا غادي نقلبهم هاد لي كيش هادو باش يجيني داك الخضره وداك الحشوه اللي درت في الاسفل تجيني من الفوق. الا كنتو غتخليوهم هكذاك بالشكل ديالهم من الاحسن ديروا واحد الطبقه ديال داك العجين وديروا في الوسط الحشوه وغطيو من الفوق بشويه ديال العجين. لكن انا درت هنايا الحشوه من التحت وغادي نوضع فوقها هذيك الطبقه ديال العجين من الفوق اولا ديك لاباغي من الفوق. كندير تقريبا واحد 2 معالق هكذا من الفوق، الجهد اللي غيغطي لي ديك الحشوه كامله كما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. وكنوضع هكذا دوك القوالب مباشره في الصينيه اللي كتدخل للفران، وغندخلهم للفران يطيبوا. النار كتكون مهيله ما تكونش مجهده بزاف، كنطيبهم من الفوق، النار كتكون تحت منهم واحد المده ديال 10 دقائق. ما كيديوش بزاف د الوقت في الطياب، مده ديال 10 دقائق فقط كيكونوا واجدين. والا كان عندكم فرن كهربائي راه تقدروا تشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت في نفس الوقت.
وهنايا من بعد ما طابوا لي هانتوما كما كتلاحظوا معايا هكذا كيكون الشكل ديالهم. انا صراحه باقيين سخونين ومع ذلك راه بسرعه كيديمولاو. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالهم، صراحه كيجيو رائعين. والميزه اللي فيهم هما انهم دغيا كيتحضروا كما قلت لكم في 10 دقائق ولا ما توصلش كيكونوا واجدين. المهم صافي انا غادي نديموليهم دابا. كما كتلاحظوا معايا خليتهم هكذا بردوا واحد شويه عاد وديموليتهم. شوفوا معايا هكذا كيفاش كيجي الشكل ديالهم. كما قلت لكم انا درت الخضره من التحت اولا الحشوه من التحت، ومن الفوق عاد درت داك لاباغي من الفوق حيت غادي نقلبهم. الا كنتو غتقدموهم هكذا تقدروا تقدموهم هكذا، يعني كيف ما قدمتهم راه كيجيو زوينين. المهم هنايا من بعد ما كنقلبهم غنزينهم هكذا من الفوق بواحد شويه ديال الجبن المبشور. كيبقى اختياري، حتى ما بغيتوش ديروا راه تقدروا تستغناو عليه، غير هو كيزيد هكذا واحد الجماليه من الفوق. وغادي نزين ايضا بواحد شويه ديال ورقه ديال المعدنوس وحبات ديال الزيتون اللي غنديرهم هكذا من الفوق. وهنا من بعد ما ساليتهم غنوضعهم في هاد القوالب الورقيه اللي كيكون الشكل ديالها مربع. كتعطي صراحه واحد الجماليه لي كيش اولا لي طارطوليت، يعني كندير فيهم بزاف هكذا لي كيش ولا لي طارطوليت. واخا هما شويه غاليين، يعني راه باكيه فيها غير 10 د الحبات دايره شي 10 دراهم، يعني بحال قلتو درهم للحبه ولا اكثر شي 12 درهم يمكن. ما بقيتش عاقله بالضبط على الثمن ديالهم، ولكن راه كيجيو زوينين صراحه. واخا هكذاك يعني يستاهلوا الثمن ديالهم، لان راه غتزيدوه في الثمن ديال الخدمه ديالكم. كيكونوا هكذا مسرحين وانتم كطويو لهم دوك القنات صافي. كتحصلوا على هذا الشكل هذا اللي كيكون مربع كيجي بحال هكذا. وكنوضع فيهم لي كيش ديالي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. وصافي هنايا من بعد ما ساليت كل شيء رجعت للكيك ديالي. كان برد صراحه، خدا وقته الكافي تقريبا، خدا شي 2 سوايع ونص. في الاول كنت دايرته غير في الثلاجه عاديه، ولكن من بعد رجعته للمجمد باش يبرد ليا بسرعه. صافي كنتاكد هكذا من الجناب ديالو انه ما لاصقينش، ومن بعد راه كنقلبو في الطبق ديال التقديم مباشره. صراحه راه دغيا كيديمولا، هانتوما شوفوا معايا بسرعه كيديمولا كيجي الشكل ديالو رائع. غنزين هكذا بشويه ديال الفرومبواز اللي كان ديجا عندي في المجمد. كنغطسو هكذا في الناباج باش كتبقى فيه ديك اللمعه ومكيبقاش فيه داك البيوضه ديال المجمد بحال مثلج. غنزين به غير الجناب ديال الكيك بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. وفي الوسط غادي ندير واحد 3 الوريقات ديال المندرين، لانني انا استعملت المندرين. ممكن ديروا غير وريقات ديال النعناع. وغندير واحد الحبه ديال الفرومبواز في الوسط. وهكذا كيكون الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. صراحه كيجي رائع، اي وحده داقته ولا شافته كيعجبها صراحه. هذا المول هذا اي حاجه درناها فيه راه كتجي زوينه. انا صراحه خدمت فيه بزاف د الوصفات، لا من المالح ولا من الصفا ولا كلشي كيجي فيه زوين. الا لقيتو غير خذوه بعينيكم مغمضين. بالنسبه لهذا الكيك هذا فانا خرجته ب 80 درهم، لان راكم عارفين الثمن ديال المول وزيت هذا الفرومبواز المندرين حتى هو شويه الثمن ديالو راه طالع. داكشي علاش خرجته ب 80 درهم. اما بالنسبه لهاد لي كيش اولا فطائر الكيش اللي شي حاجه توب دو توب، يعني غير جربوهم بعينيكم مغمضين. دابا ان شاء الله مع رمضان جاي غينفعوكم بزاف الطبيله ديال الفطور، لانهم ساهلين ودغيا كيوجدوا. هادو خرجتهم ب7 دراهم، وهاد 7 دراهم اكيد راه داخل فيها دوك لي كيسات اللي درت فيهم البواطه الكبيره، لان هذه الثمن ديالها طالع شويه. اما الا خدمتهم غير عادي راه تقدروا تخرجوهم غير ب5 دراهم. وبالنسبه للي غاليت فتا هو كيجي رائع بزاف بزاف وبنين، ما تشبعوش منه. كيجي رطب وفتي صراحه كيجي خطير البنات. حتى هو راه درتو هكذا في هاد لي كيسات، يعني باش كيجي هكذا ما يبداش يتلصق مع بعضيتو. بالنسبه لهاد لي غالات هذا خرجته بالحبه ماشي بالكيلو، خرجته ب4 دراهم للقطعه. هاد العجينه اللي شاركت معكم راه عطاتني 20 حبه. وهنا الفيديو ديالي غادي يسالي. نتمنى حبيباتي تكونوا استفدتوا معايا. نخليكم دابا الى فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.